هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. من فتره كنت نزلت لكم فيديو قلت لكم ان انا لما جيت الهوم ديبوت لقيت الشجر اللي هو المفروض بيتباع الناس اللي حابه تزرع حاجات في بيوتها، ولقيت ناس كتيره قوي مهتمه بالموضوع ده. فانا النهارده موجوده، قلت ان انا افرجكم اوريكم شكل الشجر وانواعه، علشان خاطر لو حد بيفكر ان هو يزرع السنه دي يبقى شايف الحاجه على الطبيعه. شايفين ده هنا اهو شجر، كل ده شجر ورايا. شايفين شكله عامل ازاي اهو؟ شايفين؟ هحول لكم دلوقتي الكاميرا وهفرجكم عليه بالتفصيل، ولو في اسعار هقول لكم الاسعار عامله ازاي. ما بتكونش غاليه قوي، بس بجد صدقوني بتكون متعه كبيره قوي. وان شاء الله ربنا ييسر لنا الامور كده اهو، والسنه دي نزرع حاجات حلوه قوي مع بعضينا، واوريكم كل حاجه بنزرعها وكل حاجه بنحصدها كمان. يلا بينا نشوف انواع الشجر واسعاره. هنا اهو اول حاجه بصوا هناك، ده تقريبا بواقي الشجر بتاع الكريسماس تايم، بس خلاص اي ثينك ان محدش يعني بيشتري الحاجات دي دلوقتي. بس بالمره مادام محطوط اهو هوريهولكم. شايفين ده المنظر اهو، محطوط من بره في الهوم ديبوت. احنا اهو في الهوم ديبوت اهو، ده السبيلنج بتاع الاسم عشان لو حد عايز يعمل سيرش يشوف اقرب مكان جنبه فين بالظبط. الشجره دي سعرها، استنى اوريكم سعرها، 59 98، يعني نقول $60. اوكي، شجره شكلها حلو، حجمها معقول. دي بتتزرع مش بتتحط كده. اوكي، تعالوا بقى نروح للشجر بتاع الفروتس. ده حلو قوي، انا شفته المره اللي فاتت بصراحه عجبني قوي. ده هنا الشيري اللي هو الكريز، او شكل الشجر اهو. عايزه اصور لكم الشكل ذات نفسه. ده بيتزرع في الارض، اوكي، مش بيتاخد كده. ده يعتبر زي الشتله. لو تشوفوا الفيديو بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، كنا احنا جايبين شتل وانا وريتها لكم لتوميتو، وكان كوسه تقريبا، وكان حاجات بتتشال من التربه وتتحط في الارض ذات نفسها، وتهتموا بيها، وان شاء الله بامانه تاخدوا احسن محصول. عايزه اوريكم سعر شجره الكريز اهي. هو يعتبر $70. شايفين السعر اهو؟ السعر على الشجره عشان ما حدش يقول لي ايه انت بتورينا سعر حاجه تاني. اوكي اهو، ده شجر الكريز. اوكي، بيبقى حلو قوي. وده شكل الشجر. تعالوا اوريكم في ايه تاني. هنا ده شجر التفاح، الابل اهو. ده منظر الشجر اهو، محطوط كده نفس الكلام، مفيش اي تغيير، بس طبعا مع اختلاف نوع الفروت. اوكي، السعر بقى نفس السعر تقريبا، نفس السعر اهو. وده شكل الشجر، بيبقى محطوط كده على الخشب لاين. هنا الكريز، وهنا الابل، وهنا برضو تفاح تاني اهو. شايفين؟ وتقريبا برضو نفس السعر. عايزه اوريكم السعر اهو. تعالوا اوريكم. بصوا الدنيا بتختاروا بقى. بصراحه انا مش ببقى عارفه يعني ايه عوامل الاختيار، يعني نختار انهي الاحسن، اللي بتبقى الخضراء ولا الناشفه، الطويله ولا القصيره، اللي فيها عروق كتير ولا اللي ما فيهاش. لو حد بقى عارف يكتب لي في الكومنتات ويقول لي. هنا التفاح الاخضر شايفينه، لقيته اهو، وغالبا هو بنفس السعر. شايفين؟ احلى حاجه ان انا بوريكم على الطبيعه، وكمان بوريكم السعر، يعني بعينيكم بتشوفوا. هنا كده احنا شفنا الكريز وشفنا التفاح.
بصوا بقى هنا في ايه، في الخوخ اهو شايفينه، والسعر بتاعه نفس السعر، هي غالبا كده اي شجرة ب$70. وفيه 4 انواع فواكه، احنا شفنا كده 3 يعتبر اهو. شايفين شكل الاشجار، اللي عنده مكان بجد تشجعوا وانزلوا زرعوا. الزرع بيبقى حلو قوي قوي، بيدي بهجة في البيت وبيدي روح كده رائعة بجد. هنا ده بقى المشمش شايفين، ونفس السعر اهو. بس المشمش كمية قليلة مش كتير يعني، شايفين الشوية دول بس. الاولانية دي انا مش عارفة دي شجرة ايه، بس هي غالبا ممكن تكون حاجة، استنوا كده، معقولة تكون ديكوريشن، مش عارفة. لو عرفت هقول لكم في الوصف بتاع الفيديو. اوكي انا بصراحة مش عارفة الشجرة دي ايه، لكن هنا دي مشمش، هنا ده خوخ، وفي هنا لقينا التفاح الاحمر والتفاح كمان الاخضر، ولقينا الكريز، وكان في برقوق المرة اللي فاتت اهي. استنوا اخر واحدة برقوق شايفينها اهي، دي اخر واحدة. استنوا ما اشوف سعرها. السعر هو اهو، دي اخر واحدة كله اهو. كريز ده الكريز شايفين المنظر كله على بعضه، الشجر بيبقى محطوط ازاي، كل ده اشجار تمام. وبكده انا اكون وريتكم كل شجر الفواكه بالشكل وبالاسعار، هي كلها سعر واحد $70. ده سعر بسيط جدا قدام البهجة وان انتوا بتفرحوا وبتحصدوا، بجد بيبقى حاجه حلوه قوي قوي. اكيد انتوا شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت، ولو محدش شاف يروح يشوف قد ايه احنا كنا فرحانين وبنلعب وبنقضي وقت حلو جدا. ان شاء الله باذن ربنا السنه دي كمان نزرع، احنا معرفناش نزرع السنه اللي فاتت لكن زرعنا اللي قبلها، فبجد بتبقى حلوه. بكرر عليكم تاني وتالت لو عندكم فرصه تشجعوا وهنشجع بعض، وبجد اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. اقول لكم دلوقتي باي باي وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. لو انتوا بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله، وما تنسوش تعملوا لايك علشان خاطر تدعموا المحتوى بتاعي. يلا باي باي.